امريكا في المنطقه. ما انا اقول لحضرتك على حاجه، هو جون كيري قال كده ليه؟ طب ما هو قعد 19 يوم ويقول لا ده انقلاب مش ثوره، طب قال كده لان حس ان الشعب المصري لن يعيد الاخوان للحكم، وعاوز هو يعمل ايه؟ عاوز يبقي على الاخوان كتنظيم يبدا يعيد تشكيل نفسه، يعني يبقى شوكه في ظهر ويشارك بقى في الحركه السياسيه من جديد، ويستغله برضو مره ثانيه ويحرك بيه. وعشان كده ترجمي كلام البرادعي بقى، رجل المخابرات الامريكيه، كلام بقى عن مفاوضات وكلام عن حصص. طب يا عم البرادعي انت بتتكلم كده ليه؟ امريكا مش هتقدر تسوق الاخوان، هيسقطهم فيسوقهم عم البرادعي. يا برادعي سوق لنا انت الاخوان. قعد يقول الخروج الامن، الصفقات والبتاع العبط بتاعه ده، لحد ما الشعب اتكشف وهرب. وعلى فكره انا اقول لك معلومه، كان في كامب ديفيد اثناء ديفيد مع الرئيس انور السادات، فكان الوفد المصري بيقعد يجتمع هنعمل ايه هنقول ايه، ويطلعوا في الاخر بقرار يقعدوا مع الوفد الاسرائيلي. فالمخابرات الامريكيه عاوزه تعرف الوفد المصري ده بيقول ايه جوه، عشان تلحق تبلغ خرطه تقول له الحق السادات هيطلب كذا وكذا. فمين اللي كان بينقل للمخابرات الامريكيه ما دار في الجلسه؟ البرادعي. عشان كده خد جايزه نوبل، جايزه راجل مجرم، ولا تعنينا جايزته في شيء. دي حاجات غير مؤكده برضه يا شيخنا. ماشي ماشي، ده اللي اتقال اللي احنا بنسمعه. ولكن عايز اقول لحضرتك ان ليه البرادعي كان حريص على المصالحه؟ عشان يعيد استنساخ الاخوان، يعيد استنساخ الاخوان بعد ما فشلوا. لان امريكا عاوزه، بعد بيقول لك لا لازم المصالحه، لازم نقعد على ترابيزه واحده، ما مش هينفع ان انت تقول مصر بدون اخوان، دول فصيل، دول جزء. الناس دول حاجه من الاتنين، عبيط واما راجل خبيث. الاخوان